السلام عليكم، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم عبد الله. في حلقه النهارده هنتعرف ازاي نعمل تطبيق يحسب عمرك بطريقه سهله جدا، وكمان الطريقه ديت اول مره تشرح على قناه على اليوتيوب، ما فيش حد شرحها قبل كده. الطريقه دي حصريه وخاصه بقناه الحبار المصري، فاتمنى تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده ان شاء الله. طيب تمام، نفتح التطبيق كده نبص عليه، ندي عليه بصمه سريعه كده قبل ما نخش في الشرح. طيب تمام، ده واجهه التطبيق زي ما انتم شايفين كده. لو جينا هنا كده نضغط نكتب اي رقم مثلا، خلينا نضغط رقم. طيب تمام، خمسة مثلا أو ستة، ونغير مثلا تاريخ الميلاد هنا اليوم، ونقول له احسب. زي ما انتم شايفين كده بيجيب لك كل التفاصيل اللي انت عاوزها. طيب يلا نخش في الشرح بسرعة عشان ما اطولش عليك. هنفتح التطبيق بتاع سكتش وير. طبعا انا مجهز مشروع فاضي، المشروع ما فيهوش اي حاجة غير صفحة واحدة، مش عاملين فيها اي حاجة. طبعا في الشرح هنا هنحتاج ملفين، الملفين ان شاء الله هتلاقيهم برابط مباشر اسفل الفيديو. اول حاجة هنضيفها في المشروع، هنضيف صفحة الويب. هنسحب كده ونضيف الويب. طيب الويب طبعا انا قلت لكم ان التطبيق بيشتغل من غير نت تماما، واحنا لسه مجربينه من غير انترنت، بس الملف اللي احنا هنستخدمه هو ملف HTML، فهنحتاج نستخدم صفحة الويب. ولو عاوزين التطبيق يشتغل بانترنت قولوا لي وان شاء الله انزل لكم شرح، طبعا من غير بقى ما نضيف اي مكونات او نضيف اي بلوكات. هو في تريكايه هنعملها، التريكايه دي هتحول لك التطبيق من اوفلاين لاونلاين. تمام. طيب اول حاجه هنعملها هنضغط هنا كده، والكود اللي هستخدمه دلوقتي هتلاقيه موجود في الملف اللي موجود، برضو الملف الموجود في وصف الفيديو. هننزل تحت ونجيب البلوكه ديت، وهنستخدم الكود ده. خلي بالك ده اسم الملف، لو هتغير اسم الملف اللي هو امتداده HTML يبقى تغير الاسم هنا برضه. طبعا HTML مالكش دعوه بيها، ده امتداد الملف لازم يبقى بنفس الامتداد ده. تغير الاسم الاولاني ده عادي، تغيره برضه في الكود، ولو غيرت اسم الويب تغيره برضه في الكود. تمام. طيب تمام، نعمل حفظ، نرجع بشكل سريع كده ونضغط هنا على الثلاث نقط، بعد كده نضغط هنا كده، بعد كده نضغط على علامه الزائد ننشئ ملف جديد. نفس الاسم اللي هكتبه هو اللي تكتبه، ما تغيروش. تمام، نفس الاسم كده بالظبط. نخش على الملف اللي احنا انشأناه ونضغط هنا. طبعا انت هتحمل الملف، هيبقى عندك في داونلود، هننزل الملف داونلود. طبعا انا حاطه في ملف تاني، انت عندك هتلاقيه في الملفات الخارجيه. ده الملف اللي انا هسيبه لك. هنختار الكود الاول اللي هو امتداده HTML ونعمل له حفظ. طيب نخرج بقى نعمل تكمله التطبيق، بس كده احنا خلصنا هنعمل تكمله التطبيق. هنسرع المشهد ده بس عشان وقت الفيديو. زي ما انتم شايفين كده من غير اي مشاكل التطبيق هيتثبت، وان شاء الله برضه انت مش هيظهر معاك اي مشاكل، وتقدر تستخدم الطريقه ديت على اي نسخه سكتش وير تكون بتدعم اضافه الملفات. طبعا التطبيق بيتثبت بشكل عادي اهوت. نسرع برضه المشهد ده، نعمل فتح المشروع. وزي ما انت شايف كده، طبعا ما خفناش الصفحه اللي فوق، يبقى خفاها انت براحتك واعمل التعديلات اللي انت عاوزها. زي ما انت شايف كده التطبيق شغال. نيجي نجرب، وهنضيف مثلا 8 ونقول له احسب. زي ما انت شايف كده بيجيب لك كل التفاصيل الموجوده بالايام والثواني والشهور. تمام. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم. ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان تشوف الشروحات الجديده ان شاء الله. سلام.